المهم البنات ما تدوش على هاد الروينه. اول حاجه غادي نبدا بها هي الكميمات. السلام عليكم، واش اخباركم؟ كنتمنى تكونوا في اتم الصحه والعافيه وانتم كتشاهدوا هذا الفيديو. اليوم ان شاء الله التتمه ديال الفيديو اللي سبق اللي شاركت معكم في الصاله ديال هاد الكسوه اللي كتجي عاديه سامبل. دابا غادي نجيو للخياطه ديالها. بسم الله. هنايا في الكمام الى عقلتوا راه حنا درنا 65. غادي ناخذ 5 سنتيم هي اللي غادي نعلمها باش نكفف بها. هنا هاد التكفيفه كتكون على 3 فما كنحتاجوش يعني نسورجوها. غادي ندوزو غير الخياطه عاديه بلا سورجي. هنايا بالنسبه للكميمات من التحت هنا علمت 5 سنتيم وغادي نطوي بحال هكا. طويه هكا كتجي على 3 كتجي واقفه. هنايا هاد الكميمات ما فيهم لا لاستيك لا والو. كيف ما سبق وقلت لكم البنات هذه راه هي سامبل ما فيها حتى شي حاجه، غير وريتكم طريقه الفصاله كيفاش تخرجوا من ملحفه جوج بياسات كبار. يعني راه درنا 32 سنتيم، راه هي ماشي صغيره، راه تقدروا ديروا دوزوا الخياطه على الحافه وتبقى عندكم 31 سنتيم في الصدر وغتجيكم مخيره. يمكن لكم تخدموا حتى ل 33 سنتيم في الصدر غيكفاكم الثوب. هنا كيف ما كتشوفوا ها هي كيفاه كتجي واقفه عريضه من هنا. لكم الاخر حتى هو نفس الطريقه كنعلموا 5 سنتيم. يمكن لكم ديروا قل او لما كفاكمش مثلا الثوب غتزيدوا نتوما غير 2 سنتيم ولا 3 سنتيم وديروا لها سورجي وديروها غير هكا حتى هكا كتجي زوينه واقفه. شو يعني نفس المسافه غتعطي يعني نفس الديكور من هنايا ديال الخياطه، غير هو يعني في حاله الثوب ما كفاكمش. دابا انا الثوب كافيني فزت 5 سنتيم وندير لها التكفيفه بحال هكا كتجي وافيه وزوينه. هنا كيف ما قلت لكم بالنسبه لهاد الطريقه راه ما كنحتاجوش اننا نسورجوها. صافي غادي نكمل تكفيفه. حتى هي راه كتجي بنفس الشكل. ها هي كيف ما كتشوفوا. دابا غادي ندوزو للعنق. هنا الا عقلتوا في الفيديو ديال الفصاله راه ما قطعتش معكم العنق ديال الجهه الاماميه. الجهه الخلفيه قطعناه والجهه الاماميه ما قطعناش حتى درنا الفيزلين. هنا راه الثوب فيه الفيزلين. غادي ندخلوا ب 8 سنتيم ها هي وغادي نهبط ب 14 سنتيم وغادي نقطعوا العنق داير بحال هكا. ها هو العنق داير كيف ما كتشوفوا. ها هو الشكل ديالو كيجي بحال هكا. هنا ها هو الفيزلين بقى موقف لينا الثوب. دابا غادي نلاقيو الكتاف. هنا ما درناش هذاك، غنديروا الشريط ديال الثوب هو اللي غادي ندوروه على العنق. نلاقي الكتاف من بعد غادي نسورجيهم ونرجع معكم. نلاقيو الجهه الاخرى. هنا كيف ما كتشوفوا ها هما سورجيت الكتيفات. غادي ندوزو نركبوا الكمام. هنا التركيبه كيف كتشوفوا. المهم المونتاج راه عادي، غير بعض البنات اللي كيدخلوا لاخر فيديو حطيته ما كيهبطوش لتحت وكيبقاو يطلبوا مني الموديلات. داكشي علاش كنحاول نعاودهم، لانه كاين اللي كتهبط لتحت وكتشوف الموديلات يعني الفيديوهات القدام، وكاين اللي ما كتهبطش كنلقاهم كاتبين في كومونتير يعني بغينا هذا الموديل ولا بغينا هذا. داكشي علاش كنعاود نشاركو معاكم. كيف ما قلت لكم هذا الموديل راه سامبل ما فيه حتى شي حاجه،
ومراتها غادي تخرج بها للزنقه ولا تلبسها في الدار. المهم راه اللوين ديالها زوين، تقدري تخرجي به للزنقه تلبسيها غير في الدار، يعني كيبقى لك الاختيار. شوف كيف ما قلت لكم راه ديال المتر، ولكن صراحه اللوين ديالو غزال ما شاء الله. تلبسها مولاتها ان شاء الله بالصحه والسلامه، الله يديها الحج على خير وبخير. بيعوا معاها البنات. هنايا الكميمات غادي نخليو تقريبا 1 سنتيم هكا او سنتيم ونص، وغادي نجمعو. صافي كنشدو هاد النقطه ديال التركيز كنلاقيوها مع اختها باش هكا ما يجوش متفاوتين في الخياطه، ضروري كنلاقيوهم. صافي غادي ندير الطريقه الجهه الاخرى حتى هي نفس الطريقه. نلاقي الكمام هنا. سمحوا لي على الصوت يقدر يجيكم مبدل لانه ضربني البرد ما شكيت عليكم، داكشي علاش انا راه كنسمع صوتي كنحس به مبدل. ما عرفتش كيفاش كتسمعوا نتوما. المهم غنهبط حتى لتحت. ها هي دابا غادي ندوز للعنق نركبوا ليه الباندا ديالو. هنا خدينا واحد الشريط كيف ما كتشوفوا، ها هو كناخذوه على الطول، وبالنسبه للعرض كناخذوا تقريبا واحد 2 سنتيم ونصف في العرض. غادي نجيبو التوبع الوجه بحال هكا، وغادي نجيو للجهه الخلفيه يعني اللقفه، وغادي نحطوا هاد الشريط هكا. نخلي تقريبا واحد 2 سنتيم ما كنخدمهاش باش كنفيني بها، وكندير الدوره ديال العنق بحال هكا. غادي ندور. غنجيو هنا البنات اللي غنوصلوا للملاقيه غنديروا هكا. قلت لكم التليفون من هنا باش يبان لكم مزيان. كنردوا هاد الثوب هنا، ها هو البدايه ديال الشارع كنردوها هنا، وكنجيب الاخرى حتى لعندها بالخياطه وكنحبس وكنخرج وكنشدهم مع بعضهم. ها هو شوف، ها هي تلاقات مع اختها، كنشدهم هكا وكندير لي بخياطه في العرض. صافي كنقطع هاد الزائد، ها هو يعني هذا ما بقى عندنا ما نديرو به. كنشدو العنق كنكرانيو كامل البلاصه اللي خيطناها كلها، كندوزو عليها باش ما يجيش العنق مشكرف. ها هي حتى من الجهه الخلفيه حتى هي. صافي دابا غادي ناخذ هاد الثوب غادي ندير ليه هكا. لاحظوا معايا غادي نطوي الطويه الاولى وغادي ندير الطويه الثانيه باش هكا تجي هاد الخياطه هادي كتجي هنا واقفه بحال هكا. شوفوا انا دائما كنبدا من الخلف وكندور ونقدام، كنديرو بحال التكفيفه يعني كنطوي الثوب الطويه الاولى والطويه الثانيه ونجرو بحال هكا باش تجي الخياطه واقفه هنا. هاد الخياطه ديك الملاقي اللي درنا في الاول تجي نيشان هنايا ما تجيش خارجه لبرا بحال هكا. كنتمنى نكون شرحت لكم مزيان كيف ما كنتمنى انكم تخليو لي التعاليق الزوينه ديالكم كيف ما كانت. المهم كنحاول نقراها كامله ونجاوب عليها وطلعوا لي الفيديو. الله يجازيكم بخير. وكنبغي نشكركم على الفيديو اللي شاركت معكم الطريقه ديال النقيس ديال التخشيطه. بغي نقول لكم شكرا بزاف طلعتوا لي الفيديو. الله يسهل امركم، الله يسخر لكم اموركم كامله ويفتح لكم ابواب الخير
كما فرحتوني الله يفرحكم. كنتمنى الفيديوهات الاخرين ديالي حتى هما طلعوهم شويه فضلا منكم وليس امرا بطبيعه الحال. يعني حسبوني اختكم ودايزين يعني انسان داخل كيتفرج. كنحاول نشارك معكم شي حاجه اللي هي مفيده، يعني ماشي شي حاجه تافهه ولا غير، يعني راكم عارفين. والتصويره ما ساهلش البنات، راه باش كتصوري يعني فاش كتخدمي جوج بياسات، الا بغيتي تصوري كتخدمي غير بياسه وحده. انا التصوير كيدي شويه ديال الوقت، وملي كيجي كليان خاصك تحبسي وترجعي تخدمي لانه خدامه في المحل ماشي في الدار. هانتو الخدمه البنات كيفاش جات، ها هي كتجي مفينيه. وهاد الخياطه الاولى راه كتجي واقفه هنايا، ما عرفتش واش كتبان لكم مزيان ولا لا. هي كتجي من هنا، والخياطه هذه كتجي مقاده ومفينيه. ها هي دابا غادي نهبط نركب لكم ديال الجهه الاخرى، ونهبط الهبطه ونسورجيها ونرجع نكففها معكم. هنا من بعد ما سورجيت البياسه كامله غادي نجيو للتكفيفه بحال هكا، حتى هي غنديروا ليها بحال الكمال. البنات سمحوا لي طولت عليكم في هذا الفيديو، غير بغيت نشارك معكم جميع المراحل ديال المونتاج ديال البياسه، باش هكا من بعد ان شاء الله نبقى نشارك معكم غير الحوايج الاساسيين في الموديل. يعني ماشي ضروري نشارك معكم كيفاش جمعتها لاقيتها مع الجناب وكففتها من التحت. داكشي علاش حاولت نشارك معكم هنا جميع لي ديتاي ديال الجميع، باش من بعد يبان لكم يعني غنقول لكم راني جمعتها تعرفوا يعني تخيلوا ان الجميع هكذا. كنتمنى البنات تكونوا كتستافدوا من الفيديوهات ديالي، وكيف ما ديما ما تنساونيش من الدعم ديالكم والاشتراك في القناه والبارطاج مع الاصدقاء ديالكم والاحباب. دابا غادي نكملها ان شاء الله وغادي تصلح ونشارك معكم الشكل النهائي ديالها. ها هي البنات الكسيوه من بعد ما طلعت ما شاء الله جات سامبل خفيفه، تلبسيها في الدار وتقدري تخرجي بها برا بحال شكل العبايه، لانها ما فيها حتى شي حاجه اللي كتوحي انها بيجامه. يكفي انك ديري ليها يعني واحد الشال في اللون ديال شي لون من هذوك الالوان اللي كاينين فيها. شوفوا ما شاء الله. هنا حاولت نشارك معكم لي ديتاي ديال المونتاج باش هكا مره اخرى ان شاء الله في فيديوهات اللي جايين ما نبقاش نشارك معكم المونتاج كامل، يعني نشارك معكم غير التفاصيل اللي غادي نزيدها على الموديل. هنا ها الكميمات كيفاش كتجي فيهم التكفيفه، وها هي كيفاش جات. وهذه البنات حتى هي نفس الموديل، خدمتها بنفس الطريقه ديال الاولى. شوفوا تبارك الله حتى هي كتجي سامبل، ما تديوش على داكشي اللي في الارض. كنفرشها باش نعفط فوق منها ونفصل. هانتو تبارك الله حتى هي جات غزاله. كنتمنى الفيديو ديال نهار اليوم ينال الاعجاب ديالكم. كيف ما ديما ما تنسونيش من الدعم ديالكم والاشتراك في القناه والبارطاج مع الاصدقاء ديالكم والاحباب.